النهاردة هنعمل الغريبة الناعمة على طريقة الحلواني. معمركوش فكرتوا ازاي الحلواني بيعمل الكميات الكبيرة دي لينا؟ محلات الحلويات بيعملوا الكميات الكبيرة دي ازاي؟ بالتكوير؟ لا طبعا بيعملوها بكيس الحلواني، فالنهاردة هنعملها مع بعض بكيس الحلواني. وطبعا الغريبة يعني اسمها السهل الممتنع، على قد ما مكوناتها بسيطة قوي ومقاديرها كلنا عارفينها، بس بتبقى فيها شوية تريكات كده بتفرق في قوامها وتسويتها. الكلام ده للناس اللي أول مرة تعمل غريبة أو جربوها كتير وفشلت معاهم. بعد الفيديو ده إن شاء الله هتبقي فيها أستاذة. النهاردة أنا هعمل 1/4 كيلو من الدقيق، حطيت عليه 75 جرام من السكر البودرة، ويفضل طبعا السكر البودرة اللي هو الجاهز مش المطحون في البيت، وهحط عليه 150 جرام من السمنة. وهقول لكم ليه أنا زودت مقدار السمنة، تمام، واحنا بنشرح، فياريت تتابعوا معايا الفيديو للآخر. وهنقول برضو ايه اللي يخليها تشقق أو تسيح في الفرن، وايه اللي يخليها تبقى ناشفة وهي مفروض تبقى ناعمة وطرية. أنا هنا حطيت كل المكونات على بعض، وعارفة إن احنا كنا الأول بنضرب السمنة مع السكر لحد لونهم ما يفتح، وبعد كده ننزل بالدقيق ونبتدي نبس فيه. بس كل حاجة اتغيرت، والدنيا دلوقتي بقى هنا في عصر تكنولوجيا يعني. فهو الحلواني بيحط كل المكونات على بعض ويبتدي يعجن في العجان بتاعه الكبير، طبعا الكميات الكبيرة اللي هو بيعملها، تمام. فاحنا هنعمل النهاردة زي الحلواني بالظبط. انا كنت ناوي اضرب بالمضرب بس لقيته هياخد وقت طويل. بصوا هي كده قوامها الاول بيبقى عامل زي الكسكسي كده او مفرولة. ما تقلقيش لما هتبسيها كتير، بتاع 10 دقايق كده في العجان، هتديك القوام المظبوط، تمام. انا بقى خدتها للعجان وعملتها. بصوا لازم القوام بتاعها يبقى بيلزق كده، ماشي. وما تقلقيش من بسها كتير، لان هي ما فيهاش اي سوائل هتخليها تنشط الجلوتين، تمام. دلوقتي هناخدها بقى الكيس الحلواني. فيه التيب ده، لو مش متوفر عندك ممكن تفتحي الكيس بتاع الحلواني بس تكون فتحة صغيرة عشان الغريبة بتاعتك تطلع كلها حجم واحد. ولو حابة برضو تعمليها تكوريها بإيدك هتريحيها في التلاجة ساعة، وبعد كده هتطلعيها تخدميها بين ايديكي وتشتغلي، تمام. هنختبر اول واحدة في الفرن، لو ساحت معانا يبقى السمنة ساحت من حرارة ايدينا، سخنت من حرارة ايدينا، تمام. هنعمل ايه؟ هندخل الفرن الصاج في التلاجة لمدة 10 دقايق، وبعد كده ندخله الفرن تاني فهتبقى دخلت زي ما خرجت بالظبط، تمام كده. طيب لو شققت معايا ده معناه ان درجة حرارة الفرن عالية واحنا بنخبزها، ودرجة حرارة الفرن المفروض تبقى 150 درجة مئوية مش أكتر من كده، تمام. لو الفرن بتاعك مش فيه تايمر يبقى اعمليه على أقل حاجة، تمام. بصوا بتنزل معانا كده بالكيس الحلواني على طول، تريك تريك، وهتلاقي نفسك خلصتي الكمية اللي انت بتعمليها كلها، تمام. طيب لو الفرن بتاعي تمام ده معناه ان احنا زودنا دقيق، فهي هتبقى محتاجة شوية سمنة، هتحط لها شوية سمنة تاني وتخلطي. وانا هنا عشان كده زودتلكوا مقدار السمنة، تمام. احنا عارفين ان الكيلو بياخد نص كيلو سمنة، فاحنا زودنا المقدار بتاع السمنة عشان ما تحصلش معانا المشكلة دي، تمام. انا كده قلت كل المشاكل اللي بتحصل وعشان ناخد بالنا منها. انا هنا بضغط عليها بايديا كده عشان الشكل الصراحة مش لذيذ قوي. انا شفتها في محل من المحلات بيبقى ليها البوز ده فاستغربت، ففهمت بقى ان هي بتتعمل بكيس الحلواني. طبعا هما مش هيقعدوا يكوروا كل الكيلوهات اللي بيعملوها دي، ولا طبعا هيريحوا في تلاجة عشان برضه يطلعوا يكوروا ويعملوها لنا، فاهميني. بس الصاج ده بقى انا بعد ما عملته كده بالكيس غيرت رأيي صراحة، ورحت عجنتها في ايدي كده وكورتها زي ما احنا بنعمل بالظبط. وصراحة ما ريحتوش في التلاجة، وقلت هجرب اشوفها هتفرش هتشقق هتعمل ايه، فاهميني. وطلعت زي ما شفتوا في الصورة كده، منتهى الجمال والحلاوة، تمام. هتدخل على درجة حرارة 150 لمدة 10 دقايق، ما تزيدش عن كده، اوكي. وانا عملت حبة بالمكسرات وحبة سبتهم سادة زي ما هم. هنبتدي بقى ندخل الفرن، ماشي. اول ما تطلع من الفرن هي كده، بعد ما طلعت من الفرن بصوا زي ما هي، الحجم بتاعها زي ما هو بالظبط، مفيش اي حاجة اتغيرت فيه. نسيبها في الصاج ما نحركهاش خالص الا لما تبرد نهائي،
عشان ما تبصمش، وده اهو اللي كورته. بصوا، ما حصلش فيها اي حاجة، زي ما هي وما فرشتش. تمام، ده دليل برضو ان احنا نقدر عادي ما نريحش في التلاجة ونشتغل على طول. فاهميني؟ بصوا بقى الجمال والحلاوة، تطلع معانا قريبة ناعمة. انا هنا صراحة نقلتها وهي دافية عشان برضو اخلص واعمل السحور. تمام، بس انتوا ما تشيلوهاش خالص من الصاج الا لما تبرد، وهتطلع معاكم بالجمال والحلاوة دي. اللي ما يعرفنيش او لسه بيتابعني جديد، انا ريهام من جوستو فود. استنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم. يلا سلام.